بسم الله. هو موضوع الفيديو الثالث معايا ان انا عملت اوردر للكيس بتاعتي، وبعد ما عملت الاوردر ده في تعديل عايز اضيفه، او عايز اعمل اد سكاننج، او عايز اعدل في الكاست، او عايز اعدل في اي حاجه في الاوردر بتاعي. طيب ما دام عملت اوردر فمش هينفع ان انا اعمل اوردر مره تانية غير لما اعمل كلون للكيس دي. يعني لو جربت اعمل اوردر دلوقتي هيبتدي يقول لي this function is not available for ordered cases, please clone the case in order to perform this action. تمام. طيب بعمل ايه؟ بروح داخل على هنا علامه الكلون دي كده، وابتدي انسخ الفايل بتاعي all data. تمام. فهيبتدي بعد ما ينسخ لي الفايلات دي هيعمل لي كيس تانية كلوند، وهبتدي ان انا اوتوماتيك يبتدي الليسته بتاعت الاوردر تتاكتف معايا. خلاص هبتدي اعمل شو للداتا بتاعتي. خلاص وكده هيبقى الموضوع بتاع الاوردر بقى اكتف معايا. عملت اوردر للكيس هيعمل سنكرونايزيشن للكيس، اقول له اوكي. بس كده خلاص بقى متاح ليا بعد ما عملت تعديل للاوردر ان انا ابعته مره تانية، او لو انا عايز اعمل اوردر لمعمل تاني فانا بعت الحاله دي لمعمل وعايز ابعتها للمعمل تاني. دي كانت الطريقه معايا. كنت معاكم مهندس احمد السيد من سلسله فيديوهات ميدت بالعربي. شكرا.